خلينا نرجع بالزمن شوية. مش لازم نروح بعيد، بس كفاية نبدأ من أول لحظة الإنسان قرر يسهل حياته. أول تكنولوجيا كانت النار. الإنسان استخدمها علشان يطبخ، يتدفى ويحمي نفسه. كانت بسيطة بس غيرت مصير البشرية. بعدها اخترع العجلة، ومن اللحظة دي العالم بقى بيتحرك أسرع. رحلات، تجارة، حضارات بدأت تتواصل مع بعض لأول مرة. وبالقرن ال15 الطباعة غيرت اللعبة تماما. المعرفة اللي كانت حكر على ناس معينة بقت متاحة لأي حد يقدر يقرأ. وبعدين جت الكهرباء، النور انتشر في كل بيت والمصانع اشتغلت، وبدأت الثورة الصناعية اللي حركت العالم كله. في القرن العشرين ظهر الكمبيوتر، جهاز بسيط في الأول بس قدر يعيد تعريف الشغل والتعليم والاقتصاد. بعدها الإنترنت دخل الصورة، وفجأة العالم كله بقى قرية صغيرة، رسالة توصل في ثانية وصوتك يوصل لأي مكان. ودلوقتي دخلنا عصر الذكاء الاصطناعي، برامج بتتعلم لوحدها، روبوتات بتفكر، وعالم بيتغير كل يوم بشكل أسرع مما نتخيل. من النار للعجلة، من الكمبيوتر للذكاء الاصطناعي، رحلة طويلة علمتنا حاجة واحدة: إن التكنولوجيا مش بس تطور، دي قصة الإنسان وهو بيحاول يسهل الحياة خطوة بعد خطوة.